ثلاث فنانين بتمثل ليه؟ يعني ده اول سؤال هيجي في دماغك اول ما تشوفهم على شاشة التلفزيون بتاعتك. رقم واحد بالنسبة لي عزة مجاهد بنت فيفا عبده. طبعا بتمثل عشان بنت فيفا عبده، بس اللي هو ايه، احيانا كده بيجي لي سؤال اللي هو بناء على ايه المخرج وهو قاعد يقرا النص قال ده احسن دور تعمله عزة مجاهد، اللي هو يعني بجد مفيش اي نوع من انواع الاداء بقى وتكوين الشخصيه والحاجات اللي الواحد اتعلمها دي، يعني خلاص، يعني حاسس ان دي بقت حاجات كده ايه دقه قديمه الظاهر يعني. يعني طب جابوك تمثل اعمل اي زي بعض زي بعض. اما رقم اتنين بالنسبه لي هو اكيد امير شاهين اخو استاذه يعني الهام شاهين. هو انا عايز اسال بس اصلا هي يعني ليه الهام شاهين نفسها بتمثل فراحت جابت اخوها، يعني انت فاهم يعني نفسها هي نفسها رايحه في داهيه فراحت جايبه استاذ امير. فاستاذ امير من زمان بقى، يعني استاذ امير ده بيمثل من قبل ما انا اتولد غالبا يعني. وهو كل مره تحس ان هو لسه في بدايه الطريق يا جماعه، هو لسه هو لسه في الاول، هو بيكتشف نفسه، هو من الناشئين، هو في كي جي 1. يعني انت عارف انت الكومنتات اللي هتجيلي بتاعت ايه اصل لسه في البدايه، لا هو بيمثل غالبا من التسعينات يعني، والاداء كده لحد دلوقتي، فهو ما فيش من ما فيش. اما الممثل رقم ثلاثة اتمنى تكتبه لي انت في الكومنتات ونتناقش فيه سوا وبس كده. سلام.